السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ مع بعض نحل إن شاء الله أسئلة الدرس الأول في العلوم المتكاملة. يلا كده نتوكل على ربنا ونبدأ مع بعض. أول سؤال بيقول لي هنا أي من مالي لا يمثل نظاما بيئيا. لا يمثل، ركز. يعني أنا عايز أدور على حاجة غلط. احنا خدنا طبعا الأنظمة البيئية أمثلة لها كتير زي الصحراء وزي الغابات وزي النظام المائي. صح كده؟ تعالى نقرأ مع بعض. أول حاجة الصحراء الكبرى ده طبعا نظام بيئي، لا مش هينفع. غابات الأمازون برضو لا. البحيرات المالحة ده نظام بيئي مائي. لكن بيقول لك هنا الغلاف الجوي، لا الغلاف الجوي ده طبعا مش من أمثلة الأنظمة البيئية. يبقى الاختيار عندي هيكون رقم ج. طب السؤال اللي بعد كده بيسألني هنا النسبة بين الماء المتجمد إلى الماء العذب السائل على كوكب الأرض. طيب فاكرين النسبة بتاعة الماء المتجمد كانت كام؟ كنا قايلين إن هي 2%، صح كده؟ والماء العذب كان 1%، وخدنا كمان الماء المالح كان 97%. المهم هو عايز النسبة بين الماء المتجمد للماء العذب، يبقى 2 على 1 أو 2 إلى 1. يبقى الاختيار بتاعي هيكون رقم باء. السؤال رقم 3، ما المصدر المباشر للماء العذب على سطح الأرض؟ الحاجة اللي جاي منها مياه عذبة على طول. اول حاجه المحيطات، انت واخد ان المحيطات او عارف ان المحيطات ديت مياه مالحه. والبحار برضو ماء مالح، صح كده؟ والبحيرات المالحه هو اصلا قايل لك مالحه اهي. لكن الانهار اللي هي رقم د دي ماء عذب، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون رقم د. بعد كده ما حالات الماده التي يتواجد عليها الماء في اغلفه كوكب الارض؟ عايز الحالات بتاعه الميه اللي موجوده على كوكب الارض. احنا قلنا ان الميه دي الحاجه الوحيده، الماده الوحيده اللي ربنا خلقها اللي تتواجد في حالات الماده الثلاثه اللي هم الصلبه والسائله والغازيه. يبقى عندك الصلبه والسائله فقط لا، صلبه وغازيه فقط دي لا. يبقى انا هختار الصلبه والسائله والغازيه رقم ب. رقم 5، ما النسبة التي تمثلها البحار والمحيطات والبحيرات المالحة من إجمالي النسبة الكلية؟ عايز نسبة البحار والمحيطات والبحيرات. طبعا كل دول ماء مالح، صح كده؟ الماء المالح احنا لسه قايلين فوقه نسبته بتكون كام؟ 97%. يبقى الاختيار بتاعي يكون رقم ب. بعد كده أي ممالي يمثل أعلى مصدر للماء على سطح الأرض؟ أعلى مصدر للماء هي طبعا المحيطات. يبقى أنا هختار رقم أ. سؤال سهل جدا. طب رقم 7، أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن نسبة الماء ونسبة اليابس على سطح الكرة الأرضية؟ عايز أجيب نسبة المية ونسبة اليابس. تعال نفتكر الأول قبل ما نبص على الشكل ده. نسبة المية كانت 70%، ونسبة اليابس كانت 30%. كنا قايلين إن الماء بيشغل حوالي أو ما يقرب من 3 أرباع كده سطح الكرة الأرضية. طيب أول حاجة جايب لك أهو النسبة بتاعة اليابس فوق ال 80 يعني قصاد ال 90، والماء فوق الزيرو أقل من 20 يعني نعتبر إنها 10. طبعا النسبة دي خطأ. طب رقم باء، والماء حوالي 30%. إيه رأيك في الكلام ده؟ طبعا إحنا واخدين العكس، صح كده؟ يعني قايلين ان الماء هو اللي 70% لكن اليابس هو اللي 30. طب رقم ج، الماء نسبته فوق ال 80، غلط على طول. احنا قلنا 70 اهو زي الرقم ده كده، مشاور لك اهوت فوق ال 60 قصاد ال 70، واليابس حوالي 30%. يبقى الاختيار بتاعي يكون رقم د. تمام كده؟ يلا نكمل نخش على الصفحة الثانية. رقم 8، أي الأشكال البيانية التالية يمثل توزيع المياه بصورة تقريبية في الغلاف المائي لكوكب الأرض؟ بيسألني على توزيع المية أو النسب المئوية بتاعتها. طيب بالراحة كده، أنت عندك المفتاح بتاعنا هنا المية المالحة اللي هي باللون البينك ده، والمياه العذبة اللي هي بالأخضر. طب بالراحة، الأول هو المية متوزعة إزاي؟ إحنا قايلين إن المية المالحة حوالي 97%، والمية العذبة كام؟ 1%. طيب رقم ألف، عامل لك فوق ال50 بشوية يعني حوالي 75 أو 70%، والمياه العذبة اللي هي بالأخضر دي عند مثلا 30. فطبعا الاختيار ده غلط. طب رقم باء برضه عامل لك الميه العذبه اكتر من الميه المالحه، كده كده ده غلط. طب رقم ج مساوي الاثنين، احنا طبعا عارفين ان الميه المالحه 97 يعني الميه العذبه بالنسبه لها ما تجيش نص في المية. رقم د، فعلا الميه العذبه اللي هي بالاخضر اهي قصاد الواحد، وعندك الميه المالحه قبل المية بشويه يعني حوالي 97. يبقى الاختيار د صحيح. يلا خش على دورة الماء في الطبيعة.
رقم 9. النتح والتنفس من العمليات الحيوية التي تساهم في الدورة الهيدرولوجية. كلمة دورة هيدرولوجية احنا قايلين معناها دورة الماء، صح كده؟ أي البدائل في الجدول التالي يعبر عنهما بشكل صحيح؟ بالراحة. بيقول لك يحدث النتح في رقم ألف النبات فقط، باء النبات فقط، جيم النبات والحيوان. أنت عارف إن النتح ده بيحصل في النبات فقط، صح كده؟ يبقى أنا هستبعد رقم جيم وهستبعد كمان رقم د. يبقى أنا معايا رقم ألف وباء لأن ده بيحدث في النبات فقط. طيب يبقى النبات فقط صح والنبات فقط صح. خش على اللي بعده، يقول لك يحدث التنفس فيه. ده بقى اللي هيفصل ما بين الاثنين. قال لك النبات والحيوان، رقم باء الحيوان فقط. التنفس ده بيحصل لجميع الكائنات الحية، يعني في النباتات وفي الحيوانات، صح كده؟ لكن الحيوان فقط غلط، يبقى الاختيار بتاعي هيكون رقم ألف. تمام. رقم 10. أي العمليات التالية قد تكون مصدر مباشر للمياه الجوفية؟ أنت عارف إن المياه الجوفية كانت بتتكون نتيجة عملية اسمها عملية التسرب، صح كده؟ يعني بعد ما يحصل جريان على سطح الأرض بيحصل لك تسرب هنا. طيب تبخر الماء طبعا غلط، التنفس في الانسان ملوش دعوه بالماء الجوفيه ولا النتح ليه دعوه بالماء الجوفيه، يبقى انت عندك تسرب المياه رقم د. بعد كده بيقول لي تعرف دوره الماء في الطبيعه باسم الدوره، لسه قايلين قلنا اسمها الدوره الهيدرولوجيه. ركز، مش الهيدروجينيه، الهيدرولوجيه. السؤال رقم 12 بيقول لك كيف يعود الماء مباشرة من اليابسة إلى المحيطات؟ إزاي المية بترجع تاني من اليابس إلى المحيط؟ احنا قلنا ان الميه بعد ما بيحصل لها هطول او بيحصل لها ترسيب بتنزل على سطح الارض، فبيحصل لها جريان، بعد كده بتتسرب او الجزء اللي باقي بيروح للمحيط. فهو عايز ازاي بترجع من اليابس تاني للمحيط؟ يبقى طبعا خلال عمليه اسمها عمليه الجريان رقم ب. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح جزء من دورة الماء في الطبيعة. تساهم العملية واحد فيه. بالراحة، تعال نبص على الشكل ده. هو هنا طبعا راسم لك من المحيط سهم طالع كده، ده بيشير لعملية التبخر. لازم نفصص الرسمه يا شباب، ماشي؟ طيب بعد ما الميه تتبخر فوق بيحصل تجمع للبخار ده، كنا بنقول عليها عمليه تكثف، والتكثف دي كانت بتكون للسحب. بعد كده بيحصل سقوط الامطار اللي هي العمليه اللي كنا بنسميها هطول او عمليه ترسيب. تمام. بعد كده نزل المطر على سطح الارض، المفروض ان في جزء يا اما هيحصل له جريان ويروح للمحيط مره اخرى، او هيحصل له عمليه اسمها عمليه تسرب عشان يكون لي المياه الجوفيه، صح كده؟ يبقى انا معايا رقم واحد ده اللي هي عمليه التسرب. طب عمليه التسرب دي كانت بتساهم في ايه؟ طبعا احنا عارفين انها كانت بتساهم في تكوين المياه الجوفيه، يبقى انا هختار رقم ب. يلا صلي على النبي كده واقلب الصفحه اللي بعدها. رقم 14 بيسألني هنا ما الدور المباشر لعملية النتح في الدورة الهيدرولوجية؟ يعني دور النتح إيه في دورة بتاعة الماء؟ قال لي أول حاجة تسرب الماء خلال الصخور الرسوبية، تكثف بخار الماء مكونا السحب. الأول هو النتح ده كان إيه فايدته؟ تعال نفتكر كده، كان ليه أهميتين. أول أهمية إن هو كان بيعمل إيه؟ كان بيخفض من درجة الحرارة بتاعة النبات، صح كده؟ رقم اتنين كان بيعمل قوة، بيعمل على خلق قوة. القوة دي بتعمل ايه؟ بتسحب المياه من اسفل لاعلى. طب حلو، هو عايز بقى الدور المباشر. بيقول لك تسرب الماء، هو النتح له علاقة بالتسرب؟ لا طبعا. التكثف، تكثف بخار الماء مكون السحب. هو النتح يا شباب هو اللي بيكثف البخار؟ اكيد لا، ملوش علاقة. هو بس كان بيزود بخار الماء اللي موجود في الجو. طب رقم ج بيقول لك زياده نسبه غاز CO2 في الغلاف الجوي. هو النتح بيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون ولا بخار الماء؟ قايلين بخار الماء، يبقى النتح ملوش علاقه بغاز ثاني اكسيد الكربون. طيب رقم د بيقول لك زياده نسبه بخار الماء في الغلاف الجوي. طبعا هو ده الاختيار بتاعنا، عشان كان بيساعد النبات ان هو يفقد الماء الزائد في صوره بخار، فطبعا ده هيزود لك نسبه البخار اللي موجوده في الغلاف الجوي. طيب رقم 15 أي العبارات التالية لا، وركز، لا تنطبق على دورة الماء في الطبيعة؟ يعني أنا هختار حاجة غلط. طيب بالراحة كده، تشمل حركة الماء خلال العديد من المسارات. إيه رأيك في الكلام ده؟ إحنا عايزين حاجة تنطبق على دورة الماء أو لا تنطبق على دورة الماء. تشمل حركة الماء طبعا.
دوره الماء كانت بتشمل حركه الماء خلال العديد من المسارات. كنا قايلين اللي هي بيحصل لها تبخر وبعد كده تكثف وبعد كده جريان وحاجات كتير. طب رقم بقى بيقول لك الكائنات الحيه لها دور في استمراريتها. طبعا احنا كنا واخدين حاجه اسمها عمليات بيولوجيه مرتبطه بدوره الماء، كانت فيها الكائنات الحيه بتساعد في تكوين دوره الماء صح كده، من خلال عمليتين مهمين كان اسمهم النتح وعمليه الاخراج. طيب رقم د بيقول لك تشكل نظام مغلق تقريبا. طبعا احنا قايلين ان دوره الماء نظام مغلق، لكن رقم ج بيقول لك تحافظ على ثبات سطح الارض، ملهاش علاقه بثبات سطح الارض. طب اللي بعده، ما العمليه التي تحدث لناتج عمليه النتح خلال الدوره الهيدرولوجيه؟ وركز ما تستعجلش، بيقول لك العمليه التي تحدث لناتج عمليه النتح. ايه الناتج بتاع عمليه النتح؟ طبعا النتح ده بيخرج بخار الماء. يبقى انا كده معايا بخار، المفروض بقى بعد البخار ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه اسمها عمليه التكثف. يبقى انا هختار رقم د. يبقى ما تروحش تجري وتختار لي عمليه التبخر، هو بيقول لك ناتج عمليه النتح يعني بخار الماء اصلا، ايه اللي هيحصل له؟ ايه العمليه اللي بعده؟ يبقى التكثف. طب رقم 17 تتواجد الثغور في. الثغور دي موجوده فين يا شباب؟ طبعا احنا عارفين موجوده في الاوراق. سؤال مش محتاج. رقم 18 ما العمليه الحيويه التي تقوم بها الحيوانات وتساهم من خلالها في دوره الماء في الطبيعه؟ واحد هيقوم باصص للسؤال يلاقي النتح يقوم مختار النتح. هقول لك اللي انت غبي. ليه؟ عشان بيقول لك هنا العمليه الحيويه التي تقوم بها الحيوانات. هو حدد لك هنا الحيوانات، هو الحيوانات بتعمل نتح؟ لا طبعا. طيب بتعمل تمثيل ضوئي؟ اه يا مستر بتعمل تمثيل ضوئي، بس هو بيقول لك بتساهم من خلالها في دوره الماء في الطبيعه. يبقى انت تقرا السؤال للاخر. التمثيل الضوئي رقم د بيقول لك النمو. لا انا عايز حاجه بتساعد في دوره الماء. طبعا عمليه التنفس، لان التنفس ده كان بيساعد في خروج بخار الماء مع غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى انت بتزود النسبه اللي بتكون بخار الماء في الغلاف الجوي. طيب رقم 19 ما العمليه المعاكسه لعمليه التكثف؟ عايز حاجه عكس التكثف. احنا كنا قايلين التكثف ده عباره عن تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله السائله. انا عايز حاجه بقى عكسها، يعني هحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. دي كانت اسمها عمليه ايه؟ كانت اسمها عمليه التبخر. طيب رقم الف بيقول لك تسرب المياه. لا طبعا. سقوط الامطار ملهاش علاقه. انصهار الجليد، لا الانصهار ده يا مستر كانت عمليه تحول الماء او الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. انا عايز من السائل للغاز اللي هي عمليه التبخر. رقم باء. عايزين يا شباب واحنا بنحل نبدا نستبعد الاجابات كلها، ما تروحش تتسرع وتختار اجابه وعلى طول تقلب على اللي بعده. لا، بعد ما تشوف الاجابه الصحيحه كمل برضو السؤال للاخر، يعني ممكن تبقى في حاجه اصح من الاولانيه. رقم 20 اي العمليات التاليه لا ينتج او لا ينتج عنها زياده في نسبه بخار الماء في الغلاف الجوي؟ عايز حاجه ما بتزودش نسبه البخار. بالراحه. اول حاجه النتح في النبات، لا النتح ده كان بيزود. تسرب المياه خلال الصخور الرسوبيه، ايه رايك؟ الميه هتتسرب في الصخور الرسوبيه دي كانت بتكون لك مياه جوفيه، لها علاقه بالبخار اللي هيطلع في الغلاف؟ لا طبعا. يبقى انا هختار رقم ب. كمل برضه. بيقول لك رقم ج تنفس الحيوانات. الحيوانات كانت بتخرج بخار ميه، يبقى بتزود النسبه، يبقى دي صح. تبخر ماء البحر، التبخر اكيد ده كان بيزود نسبه البخار في الجو، يبقى فعلا الاختيار بتاع رقم ب صح. تسرب المياه خلال الصخور الرسوبيه. رقم 21 اي مما يلي لا يعد من الفضلات النيتروجينيه؟ احنا كنا قايلين الفضلات النيتروجينيه عباره عن 3 مواد. هما ايه؟ اليوريا، وكان عندك حمض البواليك، وكان عندك النشادر اللي هي كانت غاز الامونيا. يبقى الامونيا هنا غلط. خلي بالك هو عايز حاجه مش من الفضلات النيتروجينيه، يبقى انا هختار الحاجه الغلط. اليوريا والامونيا وحمض البواليك لسه قايلين تبعنا، يبقى غاز النيتروجين هو اللي مش من الفضلات النيتروجينيه. طب رقم 22 كلما زاد عدد اوراق النبات فان معدل النتح اللي يحصل له. عايزين نشوف العلاقه ما بين عدد اوراق النبات ومعدل النتح. بالراحه، انت كنت قايل ان النتح ده بيخرج من خلال الصغور. الصغور دي يا مستر كانت موجوده فين؟ كانت موجوده على الاوراق، صح؟ تخيل معايا كده في نبات عنده ورقتين بس ونبات تاني عنده 20 ورقه، اكيد مين فيهم هيعمل نتح اكتر؟ اكيد اللي عنده 20. ليه؟ عشان عنده اوراق اكتر فهيكون عنده ثغور اكتر فهيطلع بخار ميه اكتر. يبقى العلاقه ما بينهم بسميها علاقه طرديه. كل ما هيزيد عدد الاوراق هيزيد معايا معدل
النتح. يبقى انا هختار رقم الف اللي هو يزداد. السؤال اللي بعده، اي العوامل التاليه لا يؤثر على عمليه النتح؟ مش بيأثر على النتح. تعالى كده بالراحه. عدد اوراق النبات لسه قايلين فوق ان هو بيأثر، صح كده؟ كل ما هيزيد كل ما النتح هيزيد. يبقى الاجابه دي خاطئه. انا عايز حاجه ما بتأثرش. طيب رقم ج بيقول لك رطوبه التربه. يعني ايه رطوبه التربه؟ يعني كميه الميه اللي موجوده في التربه. اكيد دلوقتي انت لو زودت الميه اللي موجوده في التربه، الجذور هتمتص ماء اكتر، وبالتالي هتطلع للورقه ميه اكتر، فالميه هتكون زياده، فالنبات يعمل ايه؟ هيتخلص منها من خلال النتح. يبقى انت كده كل ما هتزود الرطوبه كل ما هيزيد معدل برضه النتح. طيب رقم د بيقول لك درجه حراره الجو. تخيل كده احنا كنا مشبهين النتح بالعرق في الانسان. درجة الحرارة لما الجو بيبقى حر انت بتعرق كتير، برضه النبات لما يكون درجة الحرارة عالية بيعمل نتح اكتر، برضه علاقة طردية. لكن رقم بقى بيقول لك عدد الازهار والثمار. هو ايه علاقة الازهار والثمار بالنتح؟ ملهاش علاقة، يبقى اختار رقم ب. بعد كده السؤال رقم 24 بيقول لك في اي الاوقات التاليه يزداد معدل النتح خلال اليوم؟ احنا لسه قايلين فوق ان درجه الحراره كل ما تزيد كل ما معدل النتح يزيد معانا، يبقى اكيد النتح هيحصل في اكتر وقت بيكون درجه الحراره فيها عاليه. انهي وقت؟ اللي هو وقت الظهيره. يبقى انا هختار رقم ب اللي هو وقت الظهيره. يلا صليت على النبي. هندخل بقى بعد كده على اسئله متنوعه او اسئله المقال. بالراحه اكتب المصطلح العلمي. رقم واحد بيقول لك كل ما يحيط بنا من مكونات حيوية ومكونات غير حيوية. طبعا ده كان تعريف البيئة، صح كده؟ كنا قايلين ان البيئة عبارة عن كل حاجة محيط بنا. طب رقم اتنين، مجتمع من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات غير الحية. هو قال لك مجتمع من الكائنات الحية، يبقى ده النظام البيئي. ركز في الفرق ما بين البيئة، تعريف البيئة وتعريف النظام البيئي. طيب رقم ثلاثة، نظام مغلق تقريبا قادر على تغيير سطح الأرض من غير ما يكمل. نظام مغلق يبقى دورة الماء في الطبيعة، أو ممكن نقول الدورة الهيدرولوجية، الاتنين واحد. رقم أربعة، عملية تخلص النبات من الماء الزائد على هيئة بخار. على هيئة بخار، يبقى ده تعريف النتح. رقم خمسة، فتحات ميكروسكوبية موجودة في أسطح الأوراق والسيقان الخضراء يتم من خلالها معظم النتح. طبعا دي كنا بنسميها الثغور. رقم ستة، عملية تخلص الكائن الحي من الفضلات، يبقى طبعا دي عملية الإخراج. رقم اتنين، سؤال علل بيقول لك تتفاعل الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع المكونات غير الحية في النظام البيئي. ليه المكونات الحية تتفاعل مع بعضها ومع المكونات الغير حية في النظام البيئي؟ عشان يقدروا يتكيفوا مع البيئة أو مع الظروف الموجودة. يبقى أقول للتكيف مع الظروف البيئية اللي موجودين فيها. رقم اتنين، مياه المحيطات غير صالحة للاستهلاك بصورة مباشرة. ما ينفعش نستخدم المحيطات بصورة مباشرة. طبعا المحيطات انت عارف ان هي مياه مالحة، صح كده؟ يبقى فيها نسبة عالية من الملح. يبقى اقول له لزيادة او لارتفاع تركيز الاملاح بها لازم نعمل لها تحلية الأول وبعد كده نستخدمها، لكن هو بيقول لك صورة مباشرة. طيب رقم ثلاثة، للتكثف دور هام في دورة الماء. يعني أنا عايز أعرف أهمية التكثف. إيه أهمية التكثف؟ قلنا كانت بتساعد في تكوين السحب. رقم أربعة، للثغور أهمية في تكيف النبات مع درجة حرارة الجو المرتفعة. يعني إيه بقى؟ بيسألك على التكيف بتاع النبات مع درجة الحرارة بتاعة الجو. طبعا انت كنت عارف ان الصخور بتخرج لك بخار الماء الزائد، يعني كان بيعمل نتح بيها النبات. مع درجة الحرارة لسه قايل فوق ان كل ما بتزيد درجة الحرارة بيعمل نتح اكتر. يبقى الثغور اهميتها هنا ان هي بتعمل على خروج بخار الماء من الاوراق وكمان السيقان الخضراء. طيب رقم ثلاثة بيقول لك ماذا يحدث عند تسرب المياه خلال مسام التربة والصخور الرسوبية؟ عملية التسرب ايه اللي بيترتب عليها؟ كانت بتكون لي المياه الجوفية، يبقى بتساعد على تكوين المياه الجوفية. رقم اثنين، قيام النبات بعملية النتح. عايز بالنسبة لعملية النقل في النبات. ايه علاقة النتح بعملية النقل؟ انت عارف ان النتح ده كان بيعمل على امتصاص الماء
من اسفل لاعلى، صح كده؟ مش دي كانت القوه اللي بتسحب الميه من الجذور لحد الورقه؟ طيب عمليه النقل بقى كان بيحصل لها ايه؟ كانت بتزداد، صح كده؟ يبقى اقول له ايه؟ ان هو بتعمل على زياده كميه المياه والعناصر الغذائيه من الجذور حتى الاجزاء الاخرى من النبات. طيب رقم 4، قارن بين كل من المكونات الحيويه والمكونات غير الحيويه في البيئه من حيث الامثله. يعني هقارن من حيث الامثله، اديني مثال للمكونات الحيويه والغير حيويه. اول حاجه المكونات الحيويه طبعا ممكن اقول انسان، حيوان، نبات او كائنات دقيقه. طيب المكونات غير الحيويه زي المياه، زي الضوء بتاع الشمس، زي التربه، صح كده؟ رقم 2، المياه المالحة والماء المتجمد من حيث نسبة التواجد من إجمالي الماء على الأرض. عايز أقول النسب، المياه المالحة قلناها 100 مرة، نسبتها كام؟ 97%، لكن الماء المتجمد 2%. اوعى تتلخبط ما بين الماء المتجمد والمياه العذبة. رقم 5، اشرح كيفية تكون السحب وأهمية هذه العملية في دورة الماء في الطبيعة. أول حاجة عملية تكون السحب دي كانت بتحصل إمتى؟ كانت بتحصل نتيجة لعملية اسمها عملية التكثف، صح؟ يبقى أنا بقى هشرح، يبقى أقول له المية بيحصل لها عملية اسمها عملية التبخر، ولما البخار ده يطلع لفوق لطبقات الغلاف الجوي الباردة بيحصل لها عملية اسمها عملية التكثف. بعد عملية التكثف بتساعد على تكون السحب، والسحب دي كانت أهميتها إن هي بتنزل لي بعد كده المطر، بتساعد في تساقط المطر او نزول المطر في صوره يا اما ماء سائل يا اما في صوره ثلج، صح كده؟ كان اسمها عمليه هطول او عمليه ترسيب. وبعد كده بقى الترسيب ينزل تاني على سطح الارض، يحصل له جريان، في جزء منه يا اما يكون لي مياه جوفيه من خلال عمليه التسرب، يا اما هيرجع تاني للمحيط او الانهار. يبقى انا هشرح هنا بالتفصيل. رقم 6 بيقول لك لا تقتصر اهميه النتح على النبات فقط، وضح ذلك. يعني هنا بيقول لك ان الاهميه بتاعت النتح مش للنبات بس، لا ده طبعا كانت بتساعد كمان في عمليه او في دوره الماء في الطبيعه، كان بيزود لي نسبه بخار الماء اللي موجوده في الغلاف الجوي. كنا قايلين طبعا ان النتح والاخراج من العمليات المرتبطه بدوره الماء. طيب نحل مع بعض بقى اخر سؤالين باقيين، اسئله تقيس مستويات التفكير العليا. اول حاجه، الشكل الذي امامك يوضح بعض العمليات في دوره الماء في الطبيعه. بالراحه بص على الشكل وفصص الرسمه. المياه المالحه في البحار والمحيطات، ايه اللي بيحصل لها يا شباب؟ اول ما الشمس تطلع يحصل عمليه اسمها عمليه التبخر. يبقى رقم واحد دي عمليه اسمها عمليه التبخر. بعد عمليه التبخر بلاقي في هنا سحب متكونه نتيجه عمليه التكثف. بعد كده التكثف، الميه او جزيئات الماء اللي فوق تتقل، فيحصل لها عمليه اسمها عمليه الهطول او سقوط الامطار، كنا بنسميها عمليه الترسيب، صح كده؟ بعد كده ينزل المطر، يحصل له جريان اسمه جريان سطحي. بعد كده الجزء ينزل للمياه العذبه او يكون لي مياه جوفيه. رقم 2 دي بنسميها عمليه تسرب. طيب بالراحة، بيقول لك رقم واحد، أي العمليات التالية تسبق حدوث عملية التكثف مباشرة؟ يعني قبل عملية التكثف إيه اللي العملية اللي كانت بتسبقها؟ طبعا عملية التبخر اللي إحنا قلناها رقم واحد، يبقى اختار رقم واحد. طيب أي العمليات التالية لا تحدث بتأثير الجاذبية الأرضية؟ يعني الجاذبية ما بتأثرش عليها. بص يا سيدي، أنت عندك اللي بينزل على الأرض تاني نتيجة الجاذبية عملية الترسيب، صح كده؟ مش المطر بينزل على الارض نتيجه الجاذبيه ما بيطلعش تاني لفوق. طيب عندك كمان عمليه الجريان. الجريان بتيجي من سطح الجبال مثلا من القمم لحد الارض برضه نتيجه الجاذبيه. طب عمليه التسرب بتاعه المياه الجوفيه برضه بتتسرب ليه المياه لتحت؟ اشمعنى ما بتتسربش لفوق؟ عشان الجاذبيه. لكن عمليه التبخر ملهاش علاقه، لان التبخر ده كان بيطلع لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. يبقى انا دلوقتي هختار الحاجه اللي ملهاش دعوه بالجاذبيه اللي هو التبخر رقم واحد. كده خلصنا الأسئلة. إن شاء الله تتابعوا معانا، هنحل كتاب الامتحان بإذن الله. ما تنساش تتابع المحاضرة اللي جاية بعد ما تحضر الشرح، تستنى هننزل لك كمان الحل بتاع الأسئلة عشان تتأكد من الإجابات لو أنت مش فاهم فيها حاجة. وما تنساش تشترك في القناة عشان تساعدنا إن إحنا نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيد الناس كلها. يلا سلام عليكم.